يلا بقى نعمل مع بعض النهاردة العيش السوري أو عيش الصاج بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. يلا بقى نعمله مع بعض. حاجة كده بقى ولا أروع. ده نص كيلو دقيق، هنزل عليه بنص معلقة ملح ومية بقى زي ما يحتاج معايا. تمام. طبعا أنا عايزة العجينة كده، أنا هحس بيها في إيديا عجينة كده زي عجينة الفطير. هعجنها بقى كويس واخدمها كويس قوي عشان ما تتقطعش معايا. تمام. هعجنها كويس تاني وهرجع اعجنها على الرخامة برضو تاني شوية كمان، واكورها بقى كور كلها قد بعضها. سهل وبسيط جدًا، جدًا. هاعمل بقى الكور دي كده قد بعضها واغطيه بكيس واسيبهم يرتاحوا شوية. بعد كده بقى هاعمل إيه، هاجيبها بقى وافردها شوية كده بالنشابة وهاسيبها ترتاح معايا. هافردها كده قد القرص الصغيرة وهاسيبها بقى ترتاح معايا كده. هاعمل بقى إيه 3 واحطهم جنبي كده، واعمل برضه 3 كمان. وبعد كده بقى هاجيب 3 معالق زيت أو 4 معالق زيت وانزل عليهم بمعلقتين دقيق كبار واقلبهم كويس. دي بقى المادة أو الخليط اللي أنا هاعمل بيه إيه بقى، هافصل بيه الطبقات عن بعضها. هاجيب بقى اللي أنا فردتهم زي القرصة كده، هاحط بقى إيه، هادهنها كده بالخليط اللي أنا عملته وأحط عليها واحدة وأدهن تاني وأحط واحدة. هاعمل 3 بس على بعض، ممكن 2 وممكن 4. فطبعًا أنتِ في الأول اعملي بس 3 بس على قدِّك كده، وبعد كده حطي أي طبقات بقى أنتِ عايزاها 4، 5، 6 بس. وبعد كده بقى أفردها كويس بالطريقة دي كده. مش قادرة أقول لكم بقى أول ما أحطها كده هتقِب بقى معايا كده زي الفطير، ومش قادرة أقول لكم حاجة كده جميلة جدًا. هتطلع بقى الطبقات زي ما أنتِ شايفة بالجمال ده كده، ولا هيلزق ولا أي حاجة. حاجة كده تحفة، تحفة. جربوه سهل جدًا، جدًا. ده بقى ممكن تعمليه تخزّنيه في الفريزر، تستخدميه بقى تحطي بيه فيه شاورما، تحطي فيه بطاطس، أي حاجة بقى. طبعًا ما بيختلفش عليه أبدًا ولا كبير ولا صغير. هاقطّع بقى الفراخ حتت صغيرة كده، صدور فراخ هاقطّعها حتت صغيرة. وهانزل بقى إيه، هاحط معلقة زيت ومعلقة سمنة أو ممكن زيت وممكن سمنة بس. وهانزل بقى بالفراخ وهاقلّبها بقى كده. أسخّن الصينية كويس وانزل بقى بالفراخ. هاحط فلفل أسود وبهارات شاورما واقلّب بقى الحاجات دي كويس جدًا في بعضها كده. وبعد كده بقى هانزل بالبصل. أول حاجة هانزل بيها البصل، هاقلّبه بقى كويس أوي. وبعد كده برضه هانزل بفلفل الألوان. طبعًا كمية الفلفل والبصل اللي أنا حاطاها هي كتير، بس أنا باحبها أوي، أوي وباحب طعمها فيه، عشان كده أنا باحط ياما. أنتِ بقى واختيارِك أنتِ وذوقِك، حابة تحطي كمية أقل براحتك، حابة تحطي أكتر برضه براحتك. هاقلّب بقى كل الحاجات دي كويس. هانزل بقى بالطماطم آخر حاجة علشان ما تتهريش، عشان أنا عايزة الخضار يكون واخد وضعه كده وما يكونش مهري. هنا بقى هابدأ أحشي بقى الإيه، العيش بقى معاكم بطريقة سهلة أوي. طريقة الحشو بتاعته سهلة جدًا، جدًا. هاعمل إيه بقى، هاحط كده بالطريقة دي كده. ده أنا هاحشيها بقى بطريقة الساندوتش. هنا بقى كنت باحط تومية، حطيت الشاورما وبعد كده حطيت تومية. ممكن تحطي بقى أي نوع جبنة أنتِ حابة تحطيه برضه لو حابة تحطي. بس بقى هابدأ بقى إيه، أقفله بالطريقة دي كده، وأحط برضه تومية من الجنب من هنا ومن هنا وألزقها. بس بالطريقة دي كده سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. هاعملهم بقى وبعد كده بقى هاوريكم هاعمل فيهم إيه تاني. دي طريقة حشو تانية مختلفة تانية. هابدأ بقى أحط كده، هاقصها بالمقص أو بالسكينة وأبدأ أطبقها بالطريقة دي. سهلة أوي، أوي. برضه نفس الطريقة هاعمل واحدة كمان وهاطبقها بنفس الطريقة. واحط تومية من الجنب ده. ممكن برضه زي ما قُلت لِك تحطي أي نوع جبنة أنتِ حابة تحطيها لو حابة تحطي. هاجيب بقى صاج أو صينية وهاحط هنا زيت أو زبدة أو سمنة. وهابدأ بقى أعمل بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي كده. هارُص بقى فيها كده الإيه، العيش اللي أنا عملته. وأبدأ بقى ياخد لون من فوق ومن تحت كده ويقرمش بقى. مش قادرة أقول لكم بقى فظيع، فظيع، فظيع. نضيف جدًا وحلو أوي، أوي. ممكن تستبدلي حشوة الشاورما ببطاطس وتحطي بقى معاها جبنات أو أي صوصات تانية، أي حاجة أنتِ حابة تحطيها. كان تحفة، تحفة جدًا، جدًا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.